السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن غسيل اللودر. تمام كده يا شباب، وهنتكلم عن اهمية غسيل اللودر، وهنتكلم عن ايه اللي ممكن يحصل لو ما غسلتش اللودر، وهنتكلم عن انسب وقت لغسيل اللودر. وعشان ما اطولش عليكم ان شاء الله يا شباب، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. ليه الموضوع ده مهم يا شباب؟ ناس كتير بتكسل تغسل اللودر وبتقول مش فارقة، لكن في الحقيقة ان الطين والرملة بيأثروا على التبريد، بيبوظوا سلندرات وبيعملوا تآكل في جسم الماكينة. طب أهمية الغسيل اللودر: بيمنع تراكم الطين حوالين السلندرات والمفاصل، يحافظ على كفاءة التبريد الرادياتير والمروحة، يخليك تكتشف أي تسريب أو كسر بسهولة. طب إيه اللي ممكن يحصل لو ما غسلتوش؟ لو ما غسلتش اللودر هيحصل معاك سخونة بسبب الرادياتير متوسخ، وبعد كده التراب هيدخل فلتر الهواء، وتسريب زيت وانت مش شايفه. ممكن يحصل تسريب وانت مش شايفه برضه، فمع الغسيل ومع النظافة هيظهر مثلا التسريب. تآكل في جسم المعدة وتكلفة صيانة كبيرة وتكلفة صيانة كبيرة. طب أنسب وقت نغسل فيه اللودر امتى يا شباب؟ أنسب وقت إن أنت تغسل فيه اللودر لو اشتغلت في طين أو رملة كتير، اغسل آخر اليوم. لو شغال خفيف ممكن كل 3 أيام أو مرة في الأسبوع. لو شغال خفيف، الرادياتير لازم يتنضف بالهواء والمية. نصيحة من أخوكم علي يا شباب: اللودر النظيف يشتغل معاك مرتاح. فانت كده مع الغسيل والنظافة والصيانة بتحافظ على عمر اللودر، بتحافظ على الموتور والمكنة والمعدة. فالصراحة يعني الغسيل يعني حاجة كويسة للودر بصراحة يعني. نصيحة من أخوكم علي: اللودر النظيف يشتغل مرتاح. يا رب يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، وما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.